السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله نعمل بارت 2 في الألجبرا اللي هو تعتبر الثيرد ليسن اللي هي عبارة عن permutation combination counting principle. نيجي هنا في السؤال الأول، إيه الكعبلة دي؟ بيقول لي n plus 1 combination 3 minus n combination 3 equal 21. محتاجة لشغل كتير قوي. طب أنا عايز أسهل الطرق يا جماعة والله العظيم. طيب دي هقعد أفك دي وأقعد أفك دي وأعمل common denominator وهو سؤال multiple choice. جماعه انا هجرب، هشيل الان واحط مكانها 7 ونشوف الدنيا ماشيه معايا ازاي. هشيل الان واحط 6 هلاقيها اول اختيار بتاعنا اللي هو هيبقى رقم كام؟ رقم الايه، وكبر دماغك. طيب جماعه رقم 2 بيقول لنا ايه؟ 10 كومباينيشن ار ماينس 1 جريتر ذان 10 كومباينيشن ار. ما تزعلش مني. 10 كومباينيشن ار ماينس 1 جريتر ذان 10 كومباينيشن ار. جماعة يعني هو أنا ممكن أحلها بقانون بتاع تالتة ثانوي وتبقى في اللذيذ برضو سريع، بس أنا مش عاوز أدي لك قانون في نهاية السنة على أساس إن أنا ممكن أقول لك لو جبت ده الناحية التانية هيجي بالإيه؟ بالديفيجن. فهيبقى عندنا 10 كومباينيشن R ماينس 1 على 10 كومباينيشن ار. الكلام ده اكبر من مين؟ من الواحد. هشقلب الفراكشن وهقول لك ليه. لو شقلبت الفراكشن المفروض العلامه دي بتتغير. طب انت ليه شقلبت الفراكشن؟ عشان يبقى عندك قانون ريشيو، العلم هو نفس العلم والبيز هنا بتقل عن البيز بواحد. ده ليه مفكوك. ايه مفكوكه؟ قال لك n ماينس r زائد 1. ال n هي نفس ال n، يعني 10 ماينس ال r زائد الواحد على ال r. الكلام ده اقل من مين؟ اقل من الواحد. كمل. 10 زائد 1 11 ماينس ال r على ال r. الكلام ده اقل من الواحد. لو عملت لي كروس مالتيبليكيشن هيبقى عندنا 11 ماينس ال r اقل من الار. يبقى ال11 اقل من ال2 ار. يبقى ال2 ار اكبر من ال11. يبقى الار اكبر من 5.5. طبعا مستحيل الار تبقى بالفراكشن. يبقى الار ستارتنج من اول كام يا جماعه؟ من اول ال6، وممكن 7 وممكن 8 وممكن 9 وممكن 10 وممكن 11. لا، لان ما ينفعش البيز تبقى اكبر من العلم. طب مجموع الاحتمالات الممكنه للار 10 زائد 9 زائد 8 10 19 19 و8 27 34 40. يبقى الصم بتاع الاول بوسيبل بتاعت الار بتساوي كام؟ بتساوي ال 40. ده حل بتاع ثالثه ثانوي. طب حل تانية يقول لك ايه؟ انا بالراحه، المساله قدامك اهي. لو عملت هنا بقانون الريشيو عادي، فاكتوريال اللي فوق فاكتوريال اللي تحت فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، هيبقى عندنا 10 ماينس ار زائد 1. الكلام ده اكبر. فاكتوريال اللي فوق 10 فاكتوريال اللي تحت اللي هو ار فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت اللي هو 10 ماينس الار. تمام. ده احنا خدناه. ايوه خدناه مستر، صح. طب الفاكتوريال ده يروح مع الفاكتوريال ده، فوق يروح مع فوق، اصبح فراكشن اكبر من فراكشن. طب عندك هنا ار ماينس 1 وعندك هنا ار، ده يروح مع ده يتبقى لك ارايا. طب عندك هنا 11 ماينس ار وعندك 10 ماينس ار، يبقى ده يروح مع ده هيتبقى لك 11 ماينس الار. هنا في ايه؟ 1 وهنا في ايه؟ 1. حضرتك لو عملت لي كروس مالتيبليكيشن ده تايمز ده يدي لك ار اكبر، ده تايمز ده ادي 11 ماينس الار. طب نيجاتيف ار هجيبها الناحيه دي بقوا 2 ار اكبر من ال11، يبقى الار اكبر من 5.5 وتشتغل بنفس الكيفيه دي. الله، طب ما هو نفس الناتج. ايوه ما انا بقول لك نفس الناتج عادي، ما عندكش مشكله، اشتغل كده ماشي. لو حبيت تشتغل بقانون ثالثه حقك طبعا. طيب نيجي هنا في رقم، يبقى الاختيارنا هنا هيجي مين يا جماعه؟ الدي. نيجي هنا يا جماعه وبيقول لي ايه؟ n بلس 2 كومباينيشن r ماينس 3 زائد n بلس 2 كومباينيشن r ماينس ال2.
بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا انا عايز يا ترى الكلام بتاعك ده هيساوي المين. بص انا هقول لك حاجه صغيره برضو، هو هنا متفزلك عليك از سينيور 2. هو ما دام العلم ده نفس العلم ده والبيز اللي هنا اكبر من البيز اللي هنا، ما هو ده ار ماينس 2 وده ار ماينس 3، حضرتك بتعمل ايه؟ هتقول الكومباينيشن اهو، تاخد البيز الكبيره فيهم اللي هي ار ماينس 2 وتزود العلم 1 يبقى ان زائد 3. احفظها لي كده، وده يعتبر قانون برضه. يبقى لو العلم بيساوي العلم والبيز بتزيد عن البيز بواحد وبينهم بلس، باخد البيز الكبيره وبزود العلم 1، باخد البيز الكبيره وبزود العلم 1. بس كده؟ ايوه بس كده. طب n بلس 1 بيرميتيشن ال n بتساوي مين؟ يا عم فكها يا عم. يا عم الكلام ده هيبقى عباره عن فاكتوريال اللي فوق اوفر فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، اللي هو عباره عن n بلس 1 ماينس ال n. يبقى الكلام عباره عن n بلس 1 اوفر n راحت يتبقى لي فاكتوريال 1 اللي هو بواحد، يبقى الاجابه بتاعتنا ايكوال لفاكتوريال n بلس 1. التشويس بتاعك هيبقى رقم مين؟ هيبقى رقم سي. تعالوا لي يا جماعه هنا في سؤال رقم 5. 7 بيرميتيشن n ماينس 2. 7 بيرميتيشن n ماينس 2. 7 بيرميتيشن n ماينس 2 بيساوي 9 بيرميتيشن برضه n ماينس 2. فكها يا باشا بالقوانين. فراكشن. عندك فاكتوريال 7 اوفر فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. طب ماينس 2 ماينس نيجاتيف 2 تبقى 7 و2 9 ماينس ال n بتساوي 9 على فاكتوريال اللي فوق ماينس كل ده. طب 9 ماينس نيجاتيف 2 يدي لك 11 وبعدين ماينس n. جميل. تعال نضيع شوية حاجات مع بعضها. ده الكبير. طب 9 في 8 7 فاكتوريال، وهنا 7 فاكتوريال. ده الكبير يبقى 11 ماينس n، 10 ماينس n، 9 ماينس n. الكلام ده 9 ماينس n. ضيع يا باشا براحتك. 7 راحت، فاكتوريال راح، يبقى معنى كده هيبقى عندك 1 على 1 بيساوي 9 تايمز 8 اوفر 11 ماينس n وبعدين 10 ماينس n. لو عملت كروس مالتيبليكيشن هيبقى عندنا 11 ماينس n تايمز 10 ماينس n بتساوي 9 تايمز 8. هو ايه علاقة العدد ده بالعدد ده؟ ده بيزيد عن ده بواحد، طب ما ده بيزيد عن ده بواحد، يبقى ال 11 ماينس ال n بتساوي 9، يبقى ال n بتاعتك بتساوي كام؟ بتساوي 2. ال n ب 2؟ ايوه. طب انت عايز فاكتوريال 3 ماينس ال n، يعني فاكتوريال 3 ماينس 2 يعني فاكتوريال 1 يعني بتساوي 1، يعني اختيارك دي. تعالى 12 كومباينيشن 4 زائد 12 كومباينيشن 3 الكلام بتاعك ده بيساوي الكام؟ قانون الصم؟ قال لي اه. طب ما دام اللي فوق هو نفس اللي فوق، انا عايز بس ايه اثبتها في دماغك، انت ممكن تعملها بالكالكليتر على طول. ما دام اللي فوق قد اللي فوق واللي تحت بيزيد عن ده بواحد وبينهم بلس، يبقى الكومباينيشن اهو بتاخد العلم البيز الكبيره اللي هي 4 وبتزود ده 1 يبقى 13. بجد يا مستر؟ اه. يبقى 12 سي 4 زائد 12 سي 3 بتساوي 13 سي 4. جربها كده. لو انت عملت الاثنين دول مع بعض، بص لي كده يا باشا، لو انت عملت لي 12 سي 4 ادي 12 شيفت ديفايدد 4 زائد 12 سي 3 ادي 12 سي 3 12 سي 3 الكلام ده يطلع بكام؟ ب 715. تمام؟ طيب نيجي نشوف 13 سي 4 ادي 13 شيفت
ديفايدد 4 يطلع بكام؟ 715. إذا لما يبقى عندك العلم هو نفس العلم والبيز بيزيد عن البيز بواحد، بتاخد البيز الكبيرة وتزود العلم واحد. وبرضه ده يعتبر قانون في ثالثة ثانوي. يبقى الكلام بتاعك عبارة عن 13 سي 4. انت كنت ممكن تعملها بالكالكليتر على طول على فكرة، ما عندكش مشكلة. طيب بيقول لك ال NPR equal already لل NCR، يبقى الار بكام؟ يا عم فكها. ال NPR عبارة عن فاكتوريال اللي فوق، وليه تفكها بس؟ انت مش عندك ال NPR بتساوي NCR؟ هو ال NCR عبارة عن NPR على فاكتوريال الار. مظبوط؟ مظبوط. الكلام ده كأنه اوفر كام؟ اوفر واحد، فاللي فوق يروح مع اللي فوق، فهيبقى عندك واحد على واحد بيساوي واحد على ار فاكتوريال. طب الار فاكتوريال بتساوي واحد، يبقى الار ذات نفسها حاجة من الاتنين، يا زيرو يا واحد، على اساس ان فاكتوريال زيرو بواحد وفاكتوريال واحد برضو بكام يا جماعة؟ بواحد. يبقى اختيارنا هيبقى سي. سؤال رقم 8 بيقول لك ايه؟ ان سي 3 زائد ان سي ان ماينس 3 بيساوي 2 ان سي 4، ذن الان بتساوي كام؟ هيبتدي بقى يتذائب معانا شويه. بقول لك يا باشا مستر ان سي 3 اكتبها لي بما يرضي الله. ادي ان سي 3 وبعدين ان سي ان ماينس 3، ان سي ان ماينس 3 الكلام ده بيساوي 2 ان سي 4. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. تعالوا لي بقى بالراحه. نيجي هنا مستر عندك ان سي 3 وما عندناش اي حوارات تانية. طب اقول لك على حاجه كويسه. هتقول ايه يا مستر بس؟ تيجي نقسم على ان سي 4؟ لا، بقى كده هخليها بالراحه. فاكتوريال اللي فوق، فاكتوريال اللي تحت، فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، زائد فاكتوريال اللي فوق، فاكتوريال اللي تحت، فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. يبقى ان ماينس ان ماينس 3 يبقى اديلك 3. الليله دي بتساوي ادي 2 فراكشن، فاكتوريال اللي فوق، فاكتوريال اللي تحت، فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. تمام؟ تمام. ايه ده يا مستر؟ ده هو ده. يبقى 2 منه، يبقى 2 من نفس الفراكشن اللي هو فاكتوريال ان، فاكتوريال 3، فاكتوريال ان ماينس 3. الكلام ده بيساوي 2 فراكشن فاكتوريال ان فاكتوريال 4 فاكتوريال ان ماينس ال4. تمام؟ تمام. هنا تايمز. طب ما هنا تايمز يروحوا. ان الفراكشن هيصفصف على كام؟ تعالى يا باشا. عندك التلاتة تروح مع الأربعة يتبقى لك 4. عندك ان ماينس 3 ان ماينس 4 يتبقى لك ان ماينس 3، وهنا في واحد وهنا في واحد. اعمل لي كروس مالتيبليكيشن. يبقى الان ماينس 3 بتساوي 4، يبقى الان يا باشمهندس بتساوي 7. سؤال كبير وعظيم بس ما فيهوش مشاكل. ان ب 7 which choice رقم البي. يلا بينا ندخل على سؤال رقم 9 وبيقول لي ايه؟ ان سي 10 بتساوي ان سي 14. قال لي then 25 سي ان بتساوي كام؟ ايه يا عم اللي انت عامله لي ده؟ ان سي 10 ماشي. ادي ان سي 10 بتساوي ان سي 14. كان عندنا بروبرتي هنا كانت بتقول ايه؟ لو عندك كومباينيشن بيساوي كومباينيشن والعلم هو العلم، يبقى البيز بتساوي البيز او مجموع التو بيزز بيساوي العلم. يبقى المفروض ان الان بتاعتك بتساوي ال 10 زائد ال 14. يبقى الان بتاعتك بتساوي ال 24. تمام؟ تمام. الان بكام؟ ب 24.
اوكي. طيب ال n ب 24 انت عايز مني 25 كومباينيشن 24. الكلام ده بيساوي كام؟ دي سهله جدا جدا جدا. مش عاجباك اعملها لي بالكالكليتر يا باشا. اهي 25 شيفت ديفايدد 24. الكلام ده يساوي كام؟ يساوي 25. اختيارك هيبقى رقم البي. سؤال رقم 10 بيقول لي ايه؟ ان سي 1 زائد 2 ان سي 2 زائد ان سي 3 بتساوي 35. قال لي وال 10 permutation ار ب 720. باشا ان سي 1 عندك ان سي 1 زائد 2 ان سي 2 زائد ان سي 3. الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك بيساوي 35. وكمان بيقول ان احنا عندنا 10 permutation r بتساوي 720. عايز منك ايه يا باشا؟ عايز n minus r فاكتوريال بتساوي كام؟ طيب واحدة واحدة. هي ال NC1 بتساوي كام؟ NC1 فاكتوريال اللي فوق فاكتوريال اللي تحت فاكتوريال اللي فوق ماينس تحت، يبقى ال NC1 يطلع لك ب N زائد 2 تايمز NC2 بتساوي كام؟ فاكتوريال N فاكتوريال 2 فاكتوريال N ماينس 2. اقول لك على حاجه كويسه، بدل الفكه دي ما تعصر على نفسك ليمونه وتعالى اقول لك تعمل ايه واعرفها. عندك ان سي 1 زائد ان سي 2 زائد ان سي 2 زائد ان سي 3 بتساوي 35. ما هو 2 منه. قانون الصم موضوع بسيط، وبدل الفكه اللي انا كنت هعملها اعرفه. ما دام عندك يا باش مهندس العلم ده هو نفس العلم ده والبيز بتزيد عن البيز بواحد، يبقى المجموع ده عباره عن كومباينيشن بتاخد البيز الكبيره وبتزود العلم واحد. تمام؟ طب ودول في بلس، طب ودول هيبقى كومباينيشن. ما دام العلم هو نفس العلم والبيز دي اكبر من البيز دي بواحد، بتاخد البيز الكبيره وبتزود العلم واحد. الكلام ده كله بيساوي 35. الله، ده نفس القصه يا مستر. ده انا عندي العلم هو نفس العلم والبيز بيزيد عن البيز بواحد، يبقى ادي الكومباينيشن تاخد البيز الكبيره وبتزود العلم واحد، يبقى n بلس 2. الكلام ده بتاعنا كله بيساوي كام؟ 35. ما دام عندك كومباينيشن في 2 منهم تعرف تجيب ده بمنتهى السهوله. يا ترى مين كومباينيشن 3 يدي لك 35؟ مين كومباينيشن 3؟ جرب. لو عملت 7 شيفت ديفايدد 3 يطلع لك 35، يبقى ال n بلس 2 بتساوي 7، يبقى ال n بتاعتك بتساوي 5. ادي واحد. حلوه الفكره دي، هدي لك عليها مسائل تاني. ما ممكن برضو يعني حب يتقل ايده عليك، ما احنا مستعدين يعني متمرنين كويس. 10 بيرميتيشن ار بتساوي 720. ما دام عندك حاجتين تعرف تستخدم الكالكليتر عشان تجيب لي الار دي. تعال يا ترى 10 شيفت تايمز كام يدي لك 720؟ تعال نجرب الخمسه. لا قلل شويه.
10 شيفت تايمز 3 يدي لك 720، يبقى الار بتاعتك 3. هو كان عاوز مني ان ماينس ار فاكتوريال، الان ب5 ماينس الار ب3، يبقى كلام عباره عن فاكتوريال 2 اللي هو 2 في 1 يعني يدي لك 2. يبقى اجابتك بتساوي 2، وده يعتبر سؤال كبير. يبقى اجابتنا رقم 2 تشويس بي. تعالى لي هنا بيقول لك 4 سي 0. لا يا باشا، دي شويه اعداد مش مستاهله. 4 سي 0 بواحد، 4 سي 1 ب4، 4 سي 2 يدي لك 6، 4 سي 3 يدي لك كام؟ 4 سي 3 يدي لك كام؟ 4. و4 سي 4 يدي لك كام؟ 1. تمام. طب عندك 4 و6 10، 10 و4 14، 14 و2 16. تاني ادي 10 16. يبقى معنى كده عندك ال 16 بتساوي 2 باور ان. ما هي ال 16 دي عباره عن 2 للباور 4. البيز قد البيز يبقى الباور بيساوي الباور. يبقى الان بتاعتنا بتساوي 4. اجابتك هتبقى رقم الدي. سؤال رقم 13 very important. combination بيساوي combination والعالم بيساوي العالم. يبقى انت عندك حاجتين، اما انك تقول لي ان الار سكويرد بتساوي 2 ار سكويرد، او تقول لي ان الار سكويرد زائد 2 ار سكويرد بيساوي ال 12. من هنا ار سكويرد ايكوال 2 ار سكويرد. قال لي يعني معنى كده لو وديت ده الناحيه الثانيه هيبقى عندك ار باور 2 بتساوي 0، يبقى الار بتاعتك بتساوي 0. ده احتمال. او 3 ار باور 2 بتساوي 12، يبقى الار باور 2 12 على 3 يدي لك 4، يبقى الار بتساوي بوزيتيف اور نيجاتيف 2. يا مستر الار ما ينفعش تكون بالنيجاتيف. لا، ما هي في اصل السؤال بتاعتك ار سكويرد، يعني حتى لو كانت بالنيجاتيف فتنفع لان هي مرفوعه الباور 2. يبقى اما ان هي 2 او نيجاتيف 2 او 0، يبقى الاختيار السليم بتاعك هيبقى رقم الدي. تعالى في رقم 13 وتعالوا نثبت المعلومه اللي احنا قلناها. طيب احنا عندنا ان سي 4 زائد ان سي 3 على ان زائد 1 سي 3. الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك بيساوي 1. عايز فاكتوريال ان ماينس 6. تمام. تعالوا لي هنا. ما دام العلم هو نفس العلم وبينهم بلس، يبقى معنى كده ان انا بعمل كومباينيشن، باخد الار الكبيره اللي هي 4 وبزود العلم 1 ان زائد 1 على ادي ان بلس 1 كومباينيشن 3. الكلام ده يساوي كام؟ قال لك بيساوي 1. استنى، عندك دلوقتي بقى العلم هو نفس العلم وبينهم يعتبر ديفايدد. البيز بيزيد عن البيز بواحد، يبقى الناتج بتاعهم عبارة عن الان العادية اللي هي ان بلس 1 ماينس الار الكبيرة بتاعتهم اللي هي ار، الار الكبيرة بتاعتهم اللي هي 4، الار الكبيرة بتاعتهم اللي هي 4، ان ماينس ار الكبيرة زائد 1 على ار الكبيرة. الليلة دي كلها بتساوي كام؟ 1. طب عندك ان بلس 1 ماينس 4 بلس 1 يدي لك ان ماينس 2 على كام؟ على الأربعة. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى الان ماينس 2 بتساوي 4، يبقى الان بتاعتك بتساوي 6. انت كنت عاوز مني فاكتوريال ان ماينس 6،
اللي هي عباره عن فاكتوريال 6 ناقص 6 بزيرو، وزيرو فاكتوريال بيساوي كام يا جماعه؟ بيساوي 1. عاوز اراجع معاك حاجه مهمه. احنا عندنا قانون 2 عشان لو تقل ايديا قوي ابقى اخد بالي. لو عندك ان سي ار زائد ان سي ار زائد 1، ولو عندك ان سي ار زائد 1 على ان سي ار، هنا بيساوي مين وهنا بيساوي مين؟ علاقة صم، كومباينيشن، علاقة ديفايدد، كومباينيشن. لو بينهم بلس، اهم حاجة ده زي ده، ايوه، بس البيز بيزيد عن البيز بواحد، ايوه، بتاخد البيز الكبيرة وبتزود العلم بتاعك 1. تمام؟ طب في الديفيجن بتعمل ايه؟ علاقة كومباينيشن. الكومباينيشن بتاعتك دي هتساوي مين؟ فراكشن. الان اهم حاجة زي الان، قال لك هعمل ان ماينس ار الكبيرة زائد 1 على ار الكبيرة. هي ار الكبيرة اللي هي مين؟ ار زائد 1. قاعدة. تمام كده الكلام؟ يبقى لو عندك بلس حاجة ولو عندك ديفيجن حاجة تانية، بس أهم حاجة في العلاقتين لازم العلم يكون قد العلم. لازم المتاح يكون قد المتاح في الكومباينيشن ده. طيب نيجي على ان بي اكس زائد اكس بي ان. هو بيقول ان الكلام بتاعنا ده بيساوي 1440. ادي لنفسك 3 ثواني كده فكر. ان بي اكس زائد اكس بي ان، دي الان دي زي الان دي والاكس دي زي الاكس دي. هو ده لازم يكون اكبر من او بيساوي ده. طب ما هو ده لازم يكون اكبر من او بيساوي ده. اوبا، ده مستحيل العلاقه دي تنفع الا لو الان تساوي الاكس. يبقى معنى كده ده زائد ده ممكن اقول لك توايس واحد منهم اللي هو ان بي اكس مثلا، على اساس ان الاثنين يساوي بعض. الان بتساوي الاكس. الكلام ده بيساوي كام؟ 1440. طب ايه رايك لو قلت لك 2 ان بي ان، ما هما الاثنين قد بعض بقى. الكلام ده بيساوي 1440 ديفايد باي 2 يدي لك 27. تمام؟ الاثنين راحت. طب ان بي ان معناها فاكتوريال الان بتساوي 720، يبقى الان بتساوي 6، يبقى الاكس كمان بتساوي كام يا جماعه؟ بتساوي 6. عظمه قوي السؤال ده، حلو بصراحه. يبقى معنى كده ان احنا عندنا الان والاكس كلهم بستات. هو عاوز القيمه دي 4 ان زائد 4 كومباينيشن. الان ب 6، 6 و4 يدي لك 10 كومباينيشن. الاكس ب 6، 6 ناقص 5 يدي لك 1. طب 10 كومباينيشن 1 يساوي كام؟ يساوي 10. which choice رقم مين يا جماعه؟ رقم السي. سؤال رقم 15 بيقول لك 27 كومباينيشن 2 ار زائد 1 بيساوي 27 كومباينيشن 5 ار ناقص 8. عاوز 5 كومباينيشن ار بتساوي كام؟ انا محتاج الار. كومباينيشن بيساوي كومباينيشن، الموضوع ده مهم قوي ها. يبقى معنى كده هروح قايل لك ان الاثنين ار زائد 1 بيساوي 5 ار ماينس 8. الاثنين ار هتجيبها الناحيه دي يبقوا 3. نيجاتيف 8 هجيبها الناحيه دي يبقوا 9. يبقى الار بتاعتك بتساوي كام؟ بتساوي 3. او مجموعهم يساوي 27. طب لو مجموعهم يساوي 27 يبقى الاثنين ار زائد 1 زائد 5 ار ناقص 8 بيساوي 27. 2 ار و5 ار بقوا 7 ماينس 7 يدي لك كام يا باشا؟ يدي لك 35. يبقى ال7 ار بتساوي كام؟ 42. يبقى الار بتاعتك بتساوي كام؟ بتساوي 6. يبقى حاجه من الاثنين، اما ان الار ب3 او الار ب6. ثانيه واحده، لو الار ب6 2 في 6 ب12، 12 و1 13 تشتغل؟ تمام. 5 في 6 ب30،
30 ناقص 8 22. شغاله؟ شغاله. يبقى معنى كده ان احنا عندنا الار اما ان هي ب3 او ب6. استنى، ده هو بيقول لي عاوز 5 كومباينيشن ار، يبقى انا مش هستخدم غير ان الار ب3 وهرفض ان الار تبقى ب6، علشان الموضوع او التاسك اللي انا عايز اعمله لازم يكون اقل من المتاح بالنسبه لي. يبقى معناها 5 كومباينيشن 3. و5 كومباينيشن 3 يا جماعه بتساوي كام؟ بتساوي ال10. يبقى معنى كده اختيارنا هيبقى رقم الايه. سؤال يا جماعه رقم 16 بيقول لي ايه؟ How many ways can a president and a vice be selected from 12 members؟ حاضر. طيب انا محتاج بريزيدنت واحد. خلي بالك في هنا كلمه and يعني تايمز. طب انا عندي 12 ممبر، عايز اختار منهم بريزيدنت، يبقى واحد. and يعني تايمز. هيتبقى ايه من ال 12 لما اخد منهم اي واحد؟ 11. كومباينيشن عايز منهم فايس، يبقى الكلام ده بيساوي 12 في 11 يعني بيساوي 132. تمام؟ سؤال رقم 17 بيقول لي the number of ways can 10 true false equations be answered is 10 true or false. بكام طريقة ممكن اقدر احل 10 true or false equations او questions be answered is كام؟ 10 طرق بكام طريقة؟ والله انا ممكن احل الاول او الثاني لو هم كلهم مترتبين ورا بعض، احل السؤال الاول او الثاني او الثالث، وبعدين هيبقى عندي 9 اختيارات، وبعدين 8 اختيارات، وبعدين 7 اختيارات. يبقى معناها الكلام عباره عن فاكتوريال ال10. يبقى التشويس بتاعنا هيبقى رقم مين؟ هيبقى رقم الايه. طيب نيجي هنا 18 بيقول لي الاكس بتساوي اكس such that الاكس belong للناتشرال نمبرز، والاكس اساسا بتساوي من ال1 لل5 وفي ايكواليتي، يبقى 1 2 3 4 5. الواي بتساوي A and B as an ordered pair. ال A وال B belong للX، يعني ممكن يبقى 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، وال A مختلفين. الترتيب مهم والاختلاف ضروري. يبقى الكلام على permutation. أنا عاوز أقول إيه؟ المتاح بتاعك 5، والكلام على permutation علشان A و B وال A وال B different، يبقى permutation. عاوز أعمل بيهم موضوع مكون من كم عدد أو كم رقم؟ 2، يبقى 5 permutation 2، اللي هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 20. اختيارك هيبقى رقم مين؟ هيبقى رقم السي. 19 The number of ways can 7 students be selected from 10. يعني أنا عاوز دلوقتي بكم طريقة كان 7 students be selected، يعني عايز أختار 7 students من 10 to take historical trip is what? combination. يبقى أنا عندي 10 طلاب عايز أختار منهم 7، يبقى 10 combination 7 يساوي كام؟ 10 shift divided 7 يساوي كام؟ يساوي 120. which choice؟ رقم البي. سؤال رقم 20 يا جماعة بيقول لي ايه؟ It is wanted to choose combination a teacher out of 4 teachers to train the Olympics student in mathematics and another teacher to prepare the test. جميل. يبقى أنا دلوقتي it is wanted to choose a teacher out of 4. جميل. in mathematics مش عارف ايه and another teacher to prepare the test. The number of ways of choosing equal what؟ ثانية واحدة. احنا عندنا في كام تيتشر؟ 4. أنا عايز أختار منهم 1، يبقى هعمل 4 كومباينيشن 1. طب هل كده التاسك انتهى؟ لا، ما انتهاش. أنا عاوز واحد بيعمل preparing للتستس دي. يبقى المفروض أنا خدت واحد من ال4، هيتبقى لك 3
teachers. عايز اخد منهم واحد. طب ده كده يعتبر التاسك كامل، يبقى لازم يبقى بينهم علامه ايه يا جماعه؟ علامه تايمز. يبقى الكلام بتاعنا هيساوي كام؟ 4 كومباينيشن 1 بيساوي 4، 3 كومباينيشن 1 بيساوي 3، 4 في 3 يدينا كام؟ يدينا 12. خلي بالك كلمه and يعني times، كلمه choose او select combination. 21 the number of ways to select a red ball and a white ball from 6 red numbered from 1 to 6 and 8 white balls numbered from 1 to 8. ثانية واحدة، هو الموضوع بتاعنا ان انا اختار ايه؟ قال لي number of ways to select a red. select a red يبقى واحد red and a white يبقى times a white. select a white from 6 red يبقى 6 numbered from 1 to 6 and 8 white numbered from 1 to 8. يبقى أنا عايز واحدة لونها أحمر وواحدة لونها أبيض، واحدة من الستة وواحدة من الثمانية، وكلمة and معناها إيه؟ معناها times. 6 كومباينيشن 1 ب8، 8 كومباينيشن 1 ب8، 6 كومباينيشن 1 ب6، 8 كومباينيشن 1 ب8، 6 في 8 يدي لك 48. 48 طريقة which choice رقم مين يا جماعة؟ رقم الدي. 22 by how many ways a community consists of a man and 2 women and يعني times. المفروض by how many ways a community consists of a man and 2 women from كذا وكذا. اوكي، يبقى الكلام على ايه يا جماعة؟ الكلام على اختيار، لان هو ما حددش فلان بعينه او فلان بعينه. يبقى معنى كده ان انا محتاج مان، محتاج 2 women، المفروض بينهم علامة تايمز. في كم مان موجودين؟ 5، يبقى أنا محتاج 5 أو محتاج واحد من ال5. والومن قد إيه؟ 14، يبقى أنا محتاج 2 من ال14. يبقى الكلام بتاعنا ده بيساوي 5، مش مهم لأنه مش عايز كده. 5 كومباينيشن 1 تايمز 14 كومباينيشن 2 which choice رقم مين يا جماعة؟ رقم الإيه. وبكده يا جماعة يبقى احنا almost مخلصين مراجعة permutation combination counting principle، وده ليفل الوحش، مفيش اكتر من كده خلاص صدقوني. يعني احنا كده خدنا في السنتر المراجعات اللي هي المستوى العالي والمستوى الكبير والمستوى الجميل قوي 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 واللي هو بيجي في الامتحانات، وده كمان الحاجات الادفانسد اللي هو لو بعني عايز بقى يغلس عليا قوي 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 ممكن يجيب لي سؤال من ضمن كل الاسئله دي، مش كل الامتحان طبعا هيبقى بالمنظر ده. بالتوفيق، السلام عليكم.